تعليق كابتن محمد أبو تريكة على ما يحدث الآن في النادي الأهلي من تعيين الأستاذ ياسين منصور وكابتن سيد عبد الحفيظ بالإشراف على فريق الكرة، والتخلي كابتن محمود الخطيب عن إدارة كرة القدم في النادي الأهلي، والشغل اللي بيحصل من ياسين منصور والمدير الفني الجديد الأجنبي للنادي الأهلي، وتصريحات مهمة جدا جدا من كابتن محمد أبو تريكة لإنقاذ النادي الأهلي في هذه المرحلة. لو انت أهلاوي وبتحب النادي الأهلي وعايز النادي الأهلي يرجع تاني، اعمل لايك وشير في كل مكان لتصريحات كابتن محمد أبو تريكة، حيث قال تريكة: من حق الجماهير تزعل وتحزن وتنتقد إدارة النادي الأهلي على المستوى الفريق والصفقات، ولكن دون الخروج عن النص، لأني شايف نغمة آخر كام يوم رايحة في سكة هجوم وانتقاد بطريقة مش كويسة. إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حققت نجاحات وبطولات كتير، والكل متقبل النقد حاليا. وأضاف أبو تريكة: إقالة لجنة التخطيط برئاسة مختار وإقالة لجنة السكاوتينج والتعاقدات برئاسة أسامة هلال، التوجه إلى التعاقد مع شركة عالمية متخصصة في السكاوتينج، ويقود المفاوضات الأستاذ ياسين منصور، إقالة وليد سليمان من منصب رئيس قطاع الناشئين. كل القرارات دي منتظر إعلانها من جانب النادي الأهلي خلال ساعات. وعن حديث أبو تريكة عن المدير الفني القادم للنادي الأهلي، طبعا برعاية الأستاذ ياسين منصور، حيث ياسين منصور يريد استنساخ تجربة مانويل جوزيه في النادي الأهلي باختيار مدير فني أجنبي قوي الشخصية. يريد أن يكون هناك مدرب مصري مؤقت في الفترة القادمة، ويميل وبشدة لعودة رينيه فايلر الذي كان يعمل وفقا لبرنامج صارم انعكس على انضباط الفريق. لذا ياسين منصور لا يرجح فكرة التعاقد مع مدرب مصري لخلافة يستروب، وإنما فايلر هو الخيار الذي يراه الأنسب للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، كما يرى أن قدوم فايلر هو بمثابة استنساخ لتجربة جوزيه في النادي الأهلي من خلال قوة الشخصية والانضباط والصرامة في التعامل مع أي تراخي داخل الفريق. واختتم أبو تريكة تصريحاته حيث قال: بما اني اللي اعلمه تماما ان التغييرات في النادي الاهلي هتكون شاملة وجذرية بالمعنى الحرفي، وصلاحيات الكرة المركزية هتكون في يد السيد ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ، وبعدها القطاعات الجديدة اللي هم هيشكلوها بنفسهم وبصفاتهم. فأتمنى ان الجزء العاجل في الهيكلة واللي تم الاستقرار على الاسماء الراحلة فيه بالفعل يتم الاعلان عنه فورا بالاسماء اللي تم اعفائها من منصبها والقطاعات اللي تم حلها. والمهم جدا جدا ان الاعلان ده يكون من خلال صفحة النادي الرسمية، مش من خلال اخبار او تسريبات وتكهنات، لان ده بيضعف كتير من اهمية القرار وبيفقدوا قوته لما ينزل بشكل رسمي. لازم النادي هو اللي يحسس الناس بسرعة التنفيذ، وانه هو اللي عنده رغبة يطمنهم بشكل مباشر، وان بدأت قرارات ملف الاشراف على الكورة برئاسة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، وان دي اولى القرارات.